خليك معاي لين آخر الفيديو، بقول لك معلومة قد تكون جديدة عليك أو قديمة، لكن راح أقولها. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. أفريكان ليذر من عطورات ميمو، من أكثر العطور اللي يحبونها الشباب. عطر جميل جدا، أداءه في السابق بالنسبة لي كان أفضل بكثير من الوقت الحالي، ولكن ما زال العطر جميل. في شغلة قبل لا أتطرق للمكونات، أنا أشوف أنه مرات العطر، طبعا عطر أفريكان ليذر أشوفه عطر خطي، بمعنى أن الريحة اللي تشمها أول ما ترش العطر أو يوم يبرد شوي هي نفس الريحة اللي تشمها على كل مراحل العطر. مرات يعطيني ملامح شيئا ما من تيري دي إربينز. أنا ما أقول أن العطر نفس الريحة، ولكن تحس باللمسة العشبية وتمازج المكونات. مرات إذا أنت من محبين هذا الخط من العطور أكيد أنه راح يعجبك عطر أفريكان ليذر. فأنا أشوف أنه رجالي أكثر، ولو أن العطور بشكل عام ممكن الاثنين يستخدمونها، ولكن أنا ما زلت أشوف أن العطر رجالي أكثر. عطر صراحة ريحته وايد جميلة. العطر يتميز أكثر شيء بوضوح ريحة الهيل مع لمسات زعفرانية شيئا ما. الكمون والباتشولي كذلك أشوفهم واضحين في العطر أثناء استخدامه. الريحة الجلدية، ولو أنه هو من العطور الجلدية نعم، وبعيدا عن وجودها كمكون في العطر أشوف أنه مش كثير واضح. طبعا موجود، ولكن جاي كغلاف للعطر، وله سيد الحاضرين يعني في ريحة العطر، ولكن بشكل عام عطر جميل. المعلومة اللي كنت بقول لكم إياها في آخر الفيديو هو أن عطورات فلورايكو وعطورات ميمو باريس ترى سيستر كومبانيز، نفس الأونرز المفروض. مش مصدقيني؟ دقيقة شوف، هذيلا باريس، أوكي، ميمو باريس، وهذيلا فلورايكو. طيب شغلة أخيرة، بالنسبة لي لحد اليوم أكثر عطر أحبه وأفضله من عطورات ميمو هو عطر إيطاليان ليذر. هذا الحب صراحة. ويجي بعده على طول مودوراي، ويمكن مودوراي استخدمه أكثر من إيطاليان ليذر، بس أحب إيطاليان ليذر أكثر. أدري يمكن يكون عندك تعليق. طبعا مودوراي نعم مسوق للاثنين، لكن أشوفه يميل للطابع النسائي أكثر، لكن الاثنين يقدرون يستخدمونه. عطر الغترة بالنسبة لي رقم واحد، دائما نسأل عنه.